طب ما هو الإسلام إذا أردنا أن نسأل؟ الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. الله أكبر، كل المخلوقات. الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى. الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء. فلم يبعث الله رسولا ولا نبيا إلا بهذا الدين. قال الله تعالى حكاية عن نوح نعم في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. والإسلام دين إبراهيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الآية. والإسلام دين يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت أي بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين. جيد. والإسلام دين الجن المؤمن. كيف؟ ماذا؟ في ماذا؟ قال الله حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا دون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال جل وعلا له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. لا. لماذا؟ لأنه دين الرسل والأنبياء جميعا بلا استثناء. إن الدين عند الله الإسلام. جميل.